قولي لي انت مالك؟ مفيش. مفيش ايه؟ عينيكي فضحاكي. مالك في ايه؟ زمان من سنة جيت لك وقلت لي ما اقدرش اواجه العالم، فاكر؟ كانت ايام وراحت لحالها. انما دلوقتي عندي استعداد اواجه العفاريت الزرق. بس اللي انا عايزاه انت مش هتقدر عليه. مفيش حاجه ما اقدرش عليها يا عم، عشان بحبك بس. بص يا محمد، عبد الحليم سعيد فريد اتقدم لبابا وبابا وافق. ايه رأيك؟ شفت؟ سكت. اهو ده اللي انا باخده منك، كلام حلو وبس، وتيجي عند الجد وتسكت. المفروض اقول ايه ولا اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه. انت بصفتك الراجل تقدر تيجي تتقدم لي تطلب ايدي من بابا. وابوك رد فعله هيبقى ايه؟ هياخدني بالاحضان ولا يفرش الارض رمل؟ ابوك لو شافني يضربني بالنار يا بنتي. بيني وبينه ارض ومحاكم. انت مش عارفه اللي بيني وبينه يعني؟ انا عارفه اللي بيني وبينك انت يا محمد. انت لو جيت اتقدمت لي انا ممكن اقف قدام الدنيا كلها واقول ان انا مش هتجوز غيرك، ممكن احارب الدنيا عشانك. حتى لو رفض انا ممكن اموت نفسي لمجرد بس انك جيت لي وتقدمت لي. مين دي اللي تموت نفسها؟ انا يا محمد. جرب بس تقدم وشوف مين امل وممكن تعمل ايه. شفت؟ اهو ده الفرق بيني وبينك. انا مستنيه منك خطوه واحده بس عشان اعمل كل حاجه، وانت حتى الخطوه دي مش قادر تعملها. عموما انت حر، لو ما جيتش تقدمت لي اتجوز بقى، ما اتجوزتش مالكش حاجه عندي. عن اذنك. واخرتها يا صفا. اخرتها سودا على راسك ان شاء الله. يا بنت انا شريكي وطالب الحلال يا بنت الحلال. حلال؟ وانت تعرف ايه عن الحلال؟ انت عيشك حرام وكلك حرام. يا بنت انا اللي اقدر احميك واخليك ست الموقف ده كله. الله الغني، بعد عني عاد وقول يا صبح. انت اصلك مش عارفه انت ايه عند حسام ورده. حس بيا. يخرب بيت كلامك، كلامك ازاي؟ انت اتجننت يا بنت. وانت لسه شفتش جنين عاد. خد يا الف جميل الادب والربايه. انت بتمد ايدك عليا يا صفيا. صلى على النبي يا معلم، هتمد ايدك على حرمه. ماشي ماشي يا صفيا. اشهدوا يا عالم، اشهدوا يا ناس. حسام ورده اللي ما يجيش حد يربيه، صافيه بنت محرم هتربيه بالشبشب وقدامكم كلكم. ارمي دورك يا صفيا، بكفاياك يا بنتي اللي عملتيه. فوتي قدامي، فوتي. طب والله العظيم عندها حق. انت هتعوم على امها يا استاذ زهدي، عندها حق في ايه؟ عايز اروح للراجل اللي انا رافع عليه قضيه اللي ما ينفعش اقابله في الشارع ولو صدفه، اقول له جوزني بنتك؟ ده كلام يعقل؟ يا ابني ما هو انت مش طالب حاجه عيب ولا حرام. انت شاب وقربت تتخرج وبتشتغل وبتكسب ورايح تفتح صفحه جديده. وبعدين انت ليك حق. ال 300 متر بتوعك شوف تمنهم كام واعتبرهم مهر العروسه. مهر بنت كتخه؟ ايوه مهر بنت كتخه. اكل ابوها حقك واكلت ابنته قلبك. اعرب قلبك يا استاذ، هو وقت نحو ده خالص. اعرب. قلبي مفعول بيه يا استاذ زهدي. لما هو مفعول به بتوح ليه؟ انفش ريشك وروح. ليك عنده حق وحب، والحب يغلب الحق. اطلب البيت وادفع اللي ليك مهر، تبقى كسبت البيت وابوها واللي خلفوها، يعني كسبت كل حاجه. طب وال 300 متر بتوع ابويا؟ الله يخرب بيت ال 300 متر. ما انت هتاخد البيت نفسها وهيبقى البيت بيتك وهتبقى جوز بنته، يعني كله هيبقى ليك. انا مش عايز غير حقي وبس. خلاص يبقى تروح بالنية الصافية دي وتطلب البيت. ادخل البيت من بابه. هو غني وانت لسه شاب، هو عنده وانت عندك، وبعدين هو هيبقى احسن من مين؟ ده الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيجوزوا بناتهم بخاتم من حديد. وبعدين هو هيلاقي زيك فين؟ في علمك، في اصلك، في ادبك اللي اسمه كتخة بتاعك ده. تقول رايك يا عم غبريال في اللي انت سامعه ده؟ ايه رايك في كلام استاذ زهدي؟ والله كلام الاستاذ زهدي ده ما يبلش الريق. انت لا تروح ولا تيجي، والباب اللي تخاف تدخله ما تخبطش عليه. وخليل السواح ده لا هيرضى ولا هيفهم، لانه اصلا شايف نفسه من طينه تانيه. يا راجل بطل افترا، وانت كنت دخلت في قلبه؟ وبعدين اي راجل هيلاقي بنته مياله لحد هيجيبها من عنده بجميل، واكيد الراجل مكبر زلزال محدش وقف قصاده غيره،
ومحدش قضاه غيره، ومحدش رضي ياخد رضوه ويسقط غيره. بسبب كل الحاجات دي اكيد هو حاطط زلزال في حته حلوه. والله يا ابن عمك زهدي ده في الاول وفي الاخر راجل طائق، والكلام اللي بيقوله ده كلام الشعراء بتوع زمان اللي كانوا عايشين في دنيا غير الدنيا. عاوز تاخد بكلامه تروح في داهيه، انت حر. طب انا هريحكم خالص، انا هروح له واجس نبضه. تمام هقول لكم تمام، مش تمام اهو نبقى عملنا اللي علينا، وانت يا زلزال تبقى طلعت راجل قدام البت وحاولت. تروح فين يا زهدي؟ اروح لخليل ولمحه. يخرب بيت جرأتك يا استاذ زهدي، انت بتتكلم بجد؟ انت لا تعرف الاستاذ زهدي، انا ابن جلا وطلعوا الثنايا، متى اضع العمامه تعرفوني. طب يا اخويا اروح، بس لو طلع تحتها قرعه ما ترجعش. سترى، اطمئن يا زلزال. توجعني يما. تلاقيها جزات وانت هتديله على دماغه. والله ما كنت حاسه. كنت دريانه بحاجه، حقه ما يجيب لك حته تلج. لا ولا تروحي ولا تيجي خلاص. يا بنت هتورم، مش هتقدري ترفعيها وابوك هياخد باله. ليه؟ واحنا مش هنقول له؟ اسمع ما اقول لك، ابوك راجل صاحب عيا مش حمل ورده. مش على خلاص كلمتك معاه قطعت رجله من هنا، يعني لو ابوك اتعارك مع ورده مش هيلاقي اللي ينجده. والله لو جرب لي تاني يما لموته. ربنا يسترها ساعتها. المهم دلوقتي ما تجيبيش سيره لابوك لما يجي، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يما فاهمه. اهو ابوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مالكم؟ وشكم اصفر وعطلوا على بعض ليه؟ اصفر؟ اصفر فين؟ ما هو احمر اهو زي الفل. انا قلت اطمن عليكم احسن يكون حد زعلكم في الموقف ولا حاجه. وحد يقدر؟ يعني انت ما زعلتيش حد ولا خلعت شبشبك ونزلت بيه على دماغ حد؟ وهو انت عرفت؟ هو في سيره في الموقف غير سيره حسام ورده وشبشبك؟ هو اللي عايبه قليل الربايه، ولو جرب لي تاني هجيب اجله. جدعه يا صافيه. جدعه؟ ايوه جدعه، ومحرم خلى بنت عندها دم وكرامه. شفتي؟ اهو اللي كنت خايفه منه اهو عرف. عرفت وفرحت ورفعت راسي وضحكت وهما بيحكوا لي. بس انت مش حامل عرك مع حد يا محار. وانا اتعارك معاه ليه؟ ما بنتي خدت حقها، وبعدين هو يقدر بعد كده يرفع عينه في عيني؟ جدع يا صافيه. ربايتك ولا خافش من مخلوق. ولحد كده وكفايه، مالكيش صالح بحد، لا تكلمي حد ولا تردي على حد. اللي يتكلم بأدبه على راسي من فوق، واللي يجل أدبه الشبشب في رجلي. شفت البيت؟ اجدع بيت. خير يا استاذ زهدي؟ خير ان شاء الله. ايه فيه درس نسيت تديه لامل ولا ليك عندنا تمن حصه ما خدتوش؟ لا، تمن الحصص خدته بزياده، دي امل دي كلها خير. الله يكرمك. أؤمر. العفو، الامر لله سعادتك. والولا محمد حربي كرامه شاب نابه ومستقبله قدامه على وش التخرج من الجامعه، وهو بيشتغل من هو عيل صغير. وفوق ده ابوه الله يرحمه وحضرتك تعرفه كان راجل طيب، امه كمان كانت ست محترمه. تاني يا استاذ زهدي بعتك مرسال عشان موضوعه؟ هو الواد ده ايه ما بيهمتش. وبعدين يا اخويا مش هو رفع قضيه وخسرها، عايز ايه تاني؟ وانا بعد ما خسر القضيه قلت بعضمه لساني قدام الناس كلها لو عايز ال20,000 جنيه اللي ابوه دفعهم ياخدهم، لكن يطمع في اكتر من كده لا. لا، ده هو طمعان في اكتر من كده بكتير، وانت مش هتقول لا، لان اللي يطمع في الكريم يبقى طمعه في محله. وطمعان بقى في ايه ان شاء الله؟ هو الحقيقه الولد طمعان في كتير، طمعان في النسب والخير، هو عاوز امل. والحقيقه اني كنت شاهدا على الحب البريء الذي جمع بين قلبيهما، وبنت سعادتك
ميلاله. وانت كرجل عاقل عارف ان الحب غلاب، واي اب في الدنيا هيعوز ايه لبنته غير شاب له مستقبل وعنده طموح. بنتي انا مياله لمحمد حرب كرامه، وانت شاهد على حبهم. الاب، وده اللي شجعني اني انا اجي اقول لك افتح بابك لمحمد حربي وللحب، خد الولد ليك خليه في صفك. وماله يا استاذ زهدي؟ طب ما جبتوش معاك ليه بالمره وكنا خلصنا الموضوع؟ انا قلت اجي لوحدي الاول اخبط على الباب، لو سعادتك قلت لي اتفضل ابشره ونيجي. بشره وتعال. بجد؟ الا بجد. مستنيكوا يوم الخميس الساعه 5. اظن ده ميعاد ما يتنسيش. والله كان هو ده العشم يا خليل باشا. عشمك في محله يا استاذ زهدي.